ووصفة اليوم تتميز بطعمها الشهي والغني بالبهارات العربية يلي بتميز أطباقنا. وبما إنه الرز طبق رئيسي ومفضل عند الكل، فاليوم رح أحضر معكم بخاري الدجاج على أصوله. رح تكون هالأكلة ضمن أكلاتكم المفضلة والمعتمدة بإذن الله. ما بدي أطول عليكم كتير. قبل ما نبدأ بالوصفة، ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يوصلكم إشعار بوصفاتي أول بأول. يلا نشوف المقادير وطريقة التحضير. هسخن مقدار ربع كوب من الزيت النباتي. بس يسخن عندي الزيت رح أنزل عليه بصلتين كبار مقطعين شرايح. بقلب البصل لعند ما يدبل وياخد لون أشقر. ضروري تكرملوا البصل حتى تاخدوا الطعم الأصلي للبخاري. وهيك بنكون وصلنا للون المطلوب لكرملة البصل. ومثل ما ذكرت لكم، هاي خطوة كتير مهمة لأنه بفرق معكم بالطعم كتير وحتى تاخدوا الطعم الأصلي للبخاري. بعد ما تكرمل البصل بنزل عليه 4 حبات جزر مبشورين وبقلبهم مع البصل منيح لعند ما يدبل الجزر. بعد ما دبل عندي الجزر رح أنزل عليه نص كوب زبيب وبقلب الزبيب مع البصل والجزر. رح أبلش بإضافة البهارات على خلطة الجزر الكشنة. معلقتين صغار من ال7 بهارات، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة توم بودرة، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة بصل بودرة. بقلب البهارات مع الخلطة لعند ما تطلع ريحتها. خلطة البصل والجزر صارت جاهزة. رح أرفعها على جنب وأكمل باقي الخطوات. بنفس الزيت بنزل البهارات الصحيحة: معلقة صغيرة كمون حب، معلقة صغيرة فلفل أسود حب، ورق غار وعود قرفة. بقلب البهارات الصحيحة حتى تتحمص وتطلع ريحتها. وهنا ضفت نص معلقة صغيرة من الكركم، بيعطي لون كتير حلو للرز. هلأ بنزل قطع الدجاج منزوع الجلد. طبعا الزيت ساخن. ممكن تستخدموا لحمة أو أوراق دجاج أو دجاجة كاملة أو دجاجة مقطوعة لنصين حسب رغبتكم. بقلب الدجاج مع البهارات، وخطوة كتير مهمة حتى الدجاج ياخد طعم ونكهة البهارات، وكمان بدنا الدجاج ياخد لون ويتحمر. بعد ما الدجاج أخد لون رح أضيف معلقة كبيرة من معجون الطماطم وعصير حبتين طماطم وبقلب. رح أضيف البهارات: معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة توم بودرة، معلقتين صغار من ال7 بهارات، وأضيف الملح حسب الرغبة. بقلب قطع الدجاج مع البهارات وبغمر الدجاج بالمي وبتركه على نار وسط لعند ما يستوي تماما. لتجهيز الرز بطنجرة رح أضيف 3 أكواب رز بسمتي حبة طويلة. طبعا كمية الرز حسب رغبتكم. رح أضيف على الرز معيار المرقة، لكل كاسة رز كاستين من المرقة. هلأ رح أضيف على الرز البهارات: معلقة صغيرة 7 بهارات، معلقة صغيرة فلفل أسود، ونص معلقة صغيرة توم بودرة، ومعلقة صغيرة شطة مطحونة. بقلب الرز مع البهارات وبغطيه، وأول ما يغلي بهدي النار على الآخر وبتركه لعند ما يتشرب المرقة. ملاحظة مهمة: انتبهوا للنار، ضروري تكون هادية جدا تحت الرز. بعد ما يتشرب الرز المرقة بضيف نص كمية الكشنة خلطة الجزر والبصل. بوزعها على وجه الرز وبغطي الرز وبتركه يكمل سوا. الوقت يلي بيستوي فيه الرز راح نحمر الدجاج. بعد ما طلعت الدجاج من المرقة وصفيته بدهنه بخلطة التحمير. لتحمير الدجاج أخذت 3 معالق كبيرة من زيت الكشنة وضفت إلهم معلقة كبيرة من معجون الطماطم. بدهن الدجاج بخلطة التحمير وبدخله الفرن حتى يتحمر وياخد لون حلو.
الرز صار جاهز ما شاء الله، نثري، وشكل الرز ولونه وريحته بيفتحوا النفس. بشكل يومي بتوصلني استفسارات عن الرز، بيطلع ناشف أو بخبص. رح أنصحكم من خلال خبرتي وتجاربي. أغلب أنواع الرز بتحتاج كاسة الرز من 2.5 ل3 كاسات مرقة. طبعا أنا ما بنقع الرز ولا بغسله، بستخدم رز نوعية ممتازة. بعاير المرقة حسب مقدار الرز، يعني مثلا 2 رز عليهم 6 كاسات مرقة. بضيف بالبداية نص مقدار المرقة، وأول ما يغلي الرز بهدي النار على الآخر وبراقب الرز. كل 10 دقايق بفتح عليه، بضيف شوي شوي من باقي مقدار المرقة لعند ما تفتح حبات الرز ويستوي وتطرى حبة الرز. بهاي الطريقة مستحيل يخبص ولا يطلع ناشف، بيطلع طري ونتري وكل حبة وحبتها. وطبعا من الشغلات المهمة والضرورية إنه تكون النار تحت الرز هادية جدا. الرز صار جاهز، هلأ بوزعه بصينية التقديم، بوزع عليه قطع الدجاج، وبعدها بوزع النص التاني من الكشنة، وبزين بالبقدونس واللوز. وصفة اليوم صارت جاهزة للتقديم. حضرت معكم أطيب وأسهل وصفة رز بخاري على أصوله. بصراحة كلمة حق تقال، هالأكلة تعدت مرحلة اللذاذة، لازم تجربوه، للأمانة تعتمد. وصفة صدقا رهيبة، شكل وطعم، مناسبة للعزايم ولغدا الجمعة ولمناسباتكم السعيدة. ما شاء الله، الطعم والشكل ولا غلطة. لون الدجاج بيفتح النفس. من أطيب وأسهل وصفات الرز يلي ممكن تجربوها، مختلف بالطعم عن باقي أنواع الرز. راح تكون هالأكلة ضمن أكلاتكم المفضلة والمعتمدة بإذن الله. قديش هالرز فخم وطعمه مميز وريحته بتجنن. شايفين كيف نثري وكل حبة بحبتها؟ الطعم والريحة ما أوصف لكم، ريحة الرز وطعمه. أنا بقترح عليكم تجربوا هالوصفة الفخمة، وأكيد راح تضيفوها لقائمة أكلاتكم وتعتمدوها. وصفة مشبعة وغنية بالنكهات، بتتقدم بأفخم المطاعم. بس بعد هالفيديو مش راح تطلبوا هالوجبة بالمطاعم، لأنكم راح تحضروها بالبيت بطريقة سهلة وبسيطة وبطعم ينافس أفخم المطاعم. طبق مختلف عن أنواع الرز يلي متعودين عليها، بجنن، طعمه خطير، بيجمع بين أفخم وصفتين للرز، المندي والكبسة. شايفين جمال الرز وشكله بالتقديم؟ وصفة مميزة ومختلفة، سهلة وسريعة، راح تحبوها كتير. الشكل ما شاء الله بيفتح النفس. وبنهاية الفيديو بتمنى تكون وصفتي لليوم نالت إعجابكم. بانتظار تطبيقاتكم، وانتظروني بوصفات جديدة ومميزة بإذن الله. دمتم بخير.